السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أعزائي المستمعين، أطاب الله مساءكم. ما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. معلش يا أخ حسام، أنا حزين. حقك يا حاج أشرف. حزين. منذ قليل انتهت مباراة سان داونز في جنوب أفريقيا والأهلي 5-2. نتيجة تقيلة جدا على النادي الأهلي المصري، نتيجة تقيلة على بطل أبطال أفريقيا اللي هو رقم 1 في أفريقيا. شفت المباراة ازاي النهارده يا حسام؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا حاج أشرف أجيب اللوم على الجهاز الفني لنادي الأهلي. مش هو ده نادي الأهلي اللي احنا عارفينه يا جماعة. بالنسبة للجهاز الفني فاللوم 100% خسارة النادي الأهلي النهارده يتحملها كولر بشكل طبيعي. النهارده مستر كولر يا حاج أشرف لعب بطريقة غريبة الشكل. انا النهارده ازاي يا جماعه قصاد فرقه زي سان داونز بلعب باتنين ارتكاز في نص الملعب؟ لا يا حاج اشرف، الكلام ده مش صح مع فرقه زي كده. انا شايف ان سان داونز بطله افريقيا الان، انا شايف ان سان داونز بتلعب الكره الاوروبيه الان، انا شايف ان سان داونز اقوى كوره الان في القاره الافريقيه، فلا بد ان انا كنت اكتف نص الملعب النهارده يا حاج اشرف والعب بثلاثه اقل شيء. خصوصا ان مستر كولر شاف الفرقة دي في مصر وشاف قوتها ومعرفش يكسبها، يعني مش هنقول ان هو ما يعرفهاش. المفترض ان هو بيعيد حساباته في المباراة التانية. لكن انا شايف يا حاج اشرف كولر ما عندهوش الخبرة الكافية للقارة الافريقية. كولر النهارده بيفكرني بلاسارتي صاحب ال5-0 لصن داونز، برضه كان هو مدرب النادي الاهلي. لا النهارده طب خد الجميل يا حاج اشرف اللي انت ما تعرفهوش. انت تعرف ان مستر كولر طلب من اداره نادي الاهلي ان انا عايز سيرد باك وعايز صانع العاب وعايز راس حربه. ده عايز فرقه بقى كامله. بس مش في الوقت الحالي. ماشي، انا دلوقتي بتكلم ان انا بلعب بالفريق اللي معايا. وبعدين يا حاج اشرف انت النهارده النهارده عندك اللعيبه ما عندهاش الحمه، ما عندهاش القتال، ما عندهاش الروح، ما عندهاش العزيمه ان هي عايزه تتعادل وتكسب. الكلام ده ما شفناهوش النهارده في الملعب يا حاج اشرف. النهارده 90 في الفرقه من النادي الاهلي بره حسابات المباراه كلها. وبعدين تحس ان في غطرفه كده في تشكيل الفرقه النهارده. وبرضه ما زلت بقول الاهلي عنده مشاكل دفاعيه يا جماعه. ياسر ابراهيم يا كابتن. ياسر ابراهيم، انا مش شايفين ان ياسر ابراهيم بيترقص بسهوله، ما بيعرفش يبازي كوره، ما بيعرفش يقطع كوره. دي حاجات اللي في المدافع رقم 1. ما زلت بقول على اداره نادي الاهلي وما زلنا هنكرر الكلام يا جماعه، لابد ان اداره نادي الاهلي تكلم مستر كولر في اعاده الحسابات في ايمن اشرف. حرام حرام حرام. يعني ما شافوش. طب ليه تحكم عليه؟ لا احنا كده بندفن اللاعب يا جماعه. لو من السنه الجايه هقول هات دفاع زي ما انت عايز، انما احنا في السنه اللي احنا فيها نادي الاهلي عنده مشكله في خط ظهره. ان ياسر ابراهيم عنده مشكله، رامي ربيعه فيه ساعات بتبقى عنده مشكله، محمود متولي عنده مشكله. يبقى ندور. حتى محمد عبد المنعم النهارده كانت مباراه سيئه جدا ليه. ما هو مش هيفضل محمد عبد المنعم يا حاج اشرف كل مباراه هتلاقيه هو اللعيب الوحيد اللي شايلك. هيجي عليه وقت ما هو مفيش حد شايله يا جماعه. ده حتى المدرب بتاعنا يعني القندوسي النهارده عامل مباراه في الشوط الاولاني وراح مغيره. بتخرجه ليه الشوط الثاني؟ لا حاجات غريبه. بقول لك في غطرفه كده في اللعب وطريقه اللعب. انا لما بتكلم اقل شيء في نص الملعب 3 لعيبه عشان لعيب يسند الهاف لو دخل الباك رايت، والناحيه الثانيه عشان لو علي معلول طلع يلاقي واحد يسد. من النهارده كان كل اللعب. هو احنا رايحين ليه اصلا جنوب افريقيا يا حاج حسين؟ من الواضح ان هو مش رايح يكسب يا حاج حسين. انا رايح ليه؟ طبيعي ان انا رايح المفروض ان انا اكسب، او بغض النظر عن اوحش نتيجه ان انا ما اخسرش، اخد نقطه. انما انا رايح اخسر 10. انت كده دخلت الاهلي في حسابات اللي هي وارد ان الهلال وسان داونز يلعبوا لعبه قذره ان هم ممكن يخرجوا نادي الاهلي. زي مباراه الترجي وبلوزداد ممكن نفس اللعبه تحصل. النادي الاهلي والزمالك دلوقتي يا حاج حسام ايديهم في الصعود من ايد الاخرين. بالظبط. يعني الاهلي محتاج سان داونز عشان يصعدوا، والزمالك محتاج الترجي عشان يصعدوا. وانا شايف ان الفرق ديت بتكره حاجه اسمها اهلي وزمالك، لانه وارد يتقابلوا تاني في النهائيات. طبيعي. انا لما اخرج الاهلي والزمالك النهارده ببقى مبسوط ان انا خرجت قوتين عظمى، فطبيعي ان انا اخرج الفرق دي، واحنا اللي بنحط نفسنا في المشاكل. حاجه كمان يا حاج اشرف،
مش عايز من اللعيبه بتاعت نادي الاهلي ان هي دايما تستمع ان المشكله على الجهاز الفني. لا، انتوا عندكم لوم. انتوا النهارده يا جماعه ما ثبتوش ان انتوا قد الفالنه اللي انتوا لابسينها. لا، متعودين دايما من نادي الاهلي ومن اداره نادي الاهلي ان الاهلي لما بيخسر بيرجع، ولكن النهارده مفيش الروح اللي هي عايزه ترجع. النهارده يا جماعه في 10 دقايق ولا في 15 دقيقه 3 اجوان بيخشوا النادي الاهلي، وجوان غريبه الشكل. لا وخمسة كتيرة. كتيره. احنا مع كولر عامة شفنا كل الهزايم، شفنا الخمسات والاربعات والتلاتات وكله ورا بعض. انا شايف على اداره نادي الاهلي السنه دي لو كولر ما حققش الانجاز المطلوب لنادي الاهلي افريقيا، سيبك من الدوري، اي مدرب بيمسك الاهلي بياخد بيه الدوري. ما خلي بالك حتى الدوري لو اتحقق السنة دي اتحقق عشان برضه ما هو المنافس بتاعي وحش. بالظبط. الزمالك بعيد وكل انا الفرق شايف بعيدة. ان كولر اخره السنه دي لو خرج من البطوله الافريقيه اكمل بالموسم دوت واستعين بمدرب اخر من الموسم الجديد. لا احنا لان ما عندهوش الخبره الكافيه للافريقيا. والله يا كابتن حسام الاهلي محتاج مدرب والزمالك محتاج مدرب يقعد معاه 4-5 سنين واعمل ليه مشروع وهو اللي يبقى مختار لعيبه كامله. مين هيصبر يا حاج اشرف؟ كل مدرب بيجي يقول لك اللعيبه وحشه. مين هيصبر ان انت تحتاج مدرب يقعد لك بالاربع مواسم او الخمس مواسم عشان تاخد؟ الاهلي مش من نوعيه اللي لما بيفقد بطوله ان هو بيفقد تاني، لا بيرجع يعيد نفسه. عايزين نقول بقى فرص الاهلي في المجموعه. النادي الاهلي النهارده عنده 4، صن داونز عنده 10، الهلال عنده 9. الماتش الجاي الاهلي هيلاعب القطن، لو ان شاء الله الاهلي كسب يبقى عنده 7، والهلال هيلاعب صن داونز في جنوب السودان. بص يا حاج اشرف، انت مطالب بالستة بونت المباراتين الجايين، دول ما لهمش لا غبار على الكلام ده، زي موضوع الزمالك بالظبط. خد ال6 بونت وهننتظر النتائج الاخرى. املنا في ماتش صن داونز والهلال ان بالظبط. صن داونز يكسب يكسب الهلال او يتعادل، بس انت تكسب الهلال هنا باكتر من جول عشان يبقى فرق المواجهات، لان بالزبط. الهلال هيبقى 10 وانت لو كسبت الماتشين بتوعك يبقى 10 بالظبط. بالنسبه لنادي الزمالك برضو يكسب الماتشين، لازم يكسب شباب بلوزداد في الجزائر، هو ده ماتش عنق الزجاجه، ويستنى المباراه اللي هتبقى ما بين الترجي وبلوزداد، بس يكسب الاول بلوزداد هناك وهننهي الموضوع ان شاء الله ونصعد احنا الاثنين باذن الله. احنا نتمنى ان نادي الزمالك عمل مباراه قويه قصاد الترجي التونسي، قدر ان هو يستعين نفسه وكسب 3-1. مستر فيريرا لعب بطريقه مثاليه، يعني بقدر ما استطاع. الكلام اللي احنا قلناه بالنسبه يا حاج اشرف 95% لعب بالتشكيله اللي احنا اتفقنا عليها. بس نكمل بقى في الموضوع، بس نكمل المباراتين الجايين ان شاء الله، لان مباراه بلوزداد صعبه جدا على نادي الزمالك. انا اتفرجت على بلوزداد، فرقه قويه في ارضها. ان شاء الله امنياتنا ان النادي الاهلي يكسب والزمالك يكسب، فويتشر يكسب، بيراميدز يكسب، فرقنا دي ان شاء الله تحقق البطولات في الافريقيا ان شاء الله باذن الله يا حاج اشرف. ان شاء الله باذن الله. وما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.